للتفتيش والرقابة على اللحوم في الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار والمعايير الصحية. للتفاصيل معنا من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أحمد، صباح الخير. صباح الخير. في أي إطار تأتي هذه الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على اللحوم تحديدا هذه الأيام؟ نعم ضحى، يعني اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أصدر تعليمات إلى مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة ومباحث التموين بالمحافظة بوضع ضوابط واشتراطات حاسمة تبدأ من اليوم بمنع ذبح الماشية خارج المجازر المرخصة، وخاصة مع قرب الانتهاء من تشغيل المجزر الآلي داخل المحافظة بجنوب بورسعيد، والذي تبلغ الساعة المحددة للذبح فيه ب 30 رأس في الساعة، ويضم ثلاجتين من الحجم الكبير تستوعب أكثر من 100 رأس مذبوحة. وأكد المحافظ أيضا وجود تفتيش يومي من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالطب البيطري، وكذلك الوحدات الخاصة بمديرية الصحة المسؤولة عن تحليل العينات على كميات اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم تسليمها إلى المستشفيات ودور الرعاية والمدن الجامعية، ومديرية الأمن تحت إشراف أطباء بيطريين مدربين بكفاءة عالية. وأشار إلى أن الكميات التي تم الكشف عليها بلغ عددها 90,000 كيلو جرام خلال الشهر الماضي. وأوضح الدكتور أحمد الخلاني وكيل وزارة الطب البيطري ببورسعيد أنه يتم يعني بشكل يومي متابعة المعروض في الأسواق من المنتجات ذات الأصل الحيواني بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المرافق، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني. هذا على حد وصفه. أحمد، هل لهذه الحملة أي علاقة بما تم إثارته في الصحف حول طريقة ذبح الماشية المخالفة للمعايير التي من المفترض أن تطبق؟ يعني بالفعل هي محافظة بورسعيد اتخذت احتياطاتها بعد هذه الأنباء التي ترددت في بعض المحافظات، وبالفعل عقد يعني محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا مع المسؤولين عن التموين وعن شرطة التموين وعن الطب البيطري ومديرية الصحة. يعني بالفعل كان اجتماعا موسعا بغرفة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد باتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية، وخاصة مع قرب موعد حلول شهر رمضان المبارك. وبالفعل بدأت يعني منذ اليوم كما أقر في الاجتماع الذي عقد منذ 48 ساعة، بدأت منذ اليوم يعني أو ستبدأ منذ اليوم يعني الاحتياطات يعني بشكل ميداني أكثر على مدار الثلاث مديريات، وهي مديرية التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري لتفعيل كل القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من بورسعيد. سننتقل